أهلا بكل مستمع راديو كافيه. أكيد لما بنتعب أو حد من ولادنا بيتعب في البيت، أول حاجة بندور عليها علاج من البيت عشان نلحق. مش ضروري نروح صيدلية أو هنلحق نروح لدكتور، وممكن كمان يكون الوقت متأخر أو حاجة ضرورية وحرجة ومحتاجين ناخد علاج قبل ما نروح المستشفى. معاكم دكتورة غادة عليوة وأول حلقة من برنامجكم دواك في نبات. النهاردة هنتكلم عن نبات جميل موجود في كل بيت من بيوتنا. النبات ده طعمه مسكر شوية وبيدخل في صناعة الأدوية وكمان في صناعة بعض الأطعمة والحلويات، وريحته جميلة مميزة. النبات ده بيحتوي على الحديد وكمان بيحتوي على المنجنيز، وهو من مضادات الأكسدة القوية. النبات ده بيساعد في نزول الدورة الشهرية للسيدات، وكمان تقليل آلام الدورة الشهرية اللي بتعاني منها كل ست. كمان هو بيحتوي على مواد شبه الاستروجين اللي هو الهرمون الأنوثة عند السيدات. فمن فوائده بيقلل الهبات السخنة وشدتها اللي بتيجي للستات بعد انقطاع الحيض أو انقطاع الطمس في سن اليأس. كمان من فوائده للجهاز الهضمي تخفيف الإمساك لأنه بيعمل كملين طبيعي. كمان بيساعد على الوقاية من قرحة المعدة والإثنى عشر. كمان بيقلل من الإحساس بالقيء والغثيان. كمان بيهدي التهابات الجهاز الهضمي ككل. كمان بيساعد في علاج الاكتئاب، حيث إن شربه كل يوم يساعد على تقليل أعراض الاكتئاب، بس الاكتئاب اللي بيبقى من خفيف لمتوسط. النبات ده لو استخدمنا الزيت بتاعه على الجلد فهو فيه عنصر الأنيسول ده بيمنع الإصابة بعدوى الفطريات الجلدية والالتهابات والإكزيما. كمان شرب مغلي النبات ده بيقلل مستوى السكر في الدم، فهو مفيد جدا لمرضى السكر، بس طبعا اللي بيراقبوا السكر بتاعهم وعارفين ينظموه ازاي، يعني ما يبقاش واخد جرعة الانسولين ومش واكل ويشرب ينسون، ده طبعا غلط. لكن مفيد جدا في حالة ارتفاع مستوى السكر، وطبعا لسه هياخد الانسولين عبات ما يدي مفعوله او عبات ما يلحق يروح المستشفى ويدخل الطوارئ. فممكن شرب كوباية منه من غير سكر يقلل معدل مستوى السكر عبال ما نلحق نفسنا بالإنسولين أو نروح الطوارئ. كمان بيقلل مستوى ضغط الدم، يعني اللي ضغطه عالي يلحق نفسه بكوباية من المشروب ده. أما الستات الحوامل وضغطها منخفض فمنصحكيش أبدا إنك تشربيه. كمان الزيت بتاعه بيستخدموه في العلاجات بتاعة أمل الشعر. كمان هو من أحلى وأجمل الحاجات المذيبة للبلغم ومهدئة للكحة، وكمان بتستخدم في علاج الربو وحساسية الصدر. كمان هو حلو جدا كمشروب بيزود اللبن عند الأم المرضعة. النبات ده وهو موجود في كل بيت من بيوتنا هو نبات اليانسون. مفيش بيت مفيهوش ينسون، سواء فيه كبار أو فيه أطفال، وخاصة لو فيه رضع صغار، عشان مشروب اليانسون مفيد جدا في طرد الغازات للأطفال. لكن زي ما قلت فوائد اليانسون وجب اني انوه عن المخاطر بتاعته او الحالات اللي ما ينفعش نشرب فيها ينسون بكميات كبيرة. زي ما قلتلكوا هو فيه مادة شبه الاستروجين اللي هو هرمون الأنوثة في السيدات، عشان كده ما ينفعش أو ما ينصحش بشربه في حالات سرطان الثدي أو سرطان الرحم أو سرطان المبيض أو بطانة الرحم المهاجرة أو في حالات ألياف الرحم. لو داخلين على عملية أو في مشكلة عندنا في الضغط إن الضغط بيوطى أو السكر بيوطى، فممنوع إن احنا نشرب اليانسون قبل العمليات بوقت كافي بعدة أيام، ونراقب الضغط والسكر. أتمنى أني أكون قدرت أفيدكم النهاردة بمعلومة بسيطة مهمة لكل بيت، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم دواك في نبات. كان معاكم دكتورة غادة علوة وبكلمكم من راديو كافيه. دمتم بخير وصحة، مع السلامة.